في أسطورة يونانية بتقول إن كان في راجل اسمه بروكراست، كان بيستدرك الناس لبيته وكان بيكرمهم ويأكلهم ويقول لهم طب ناموا في البيت عندي وابقوا سافروا بعديها، ويعرض عليهم إن هم يناموا على السرير بتاعه الحديد اللي مفيش زيه في اليونان، وأول ما بيناموا يربطهم، ولو كانوا أطول من السرير يقصقصهم، ولو هم أقصر من السرير يروح يمطهم بالحبال علشان يكونوا على قد القالب الحديد. بس يجي بطل ويروح مكسر القالب الحديد ده ويروح معاقب الراجل ده. هي دي قصة إنسان النهاردة، قصة الأميرة نازلي فاضل. يا ريت بقى قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، تعملوا لنا لايك للفيديو علشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل. اكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. علشان نحكي قصة الأميرة نازلي فاضل كويس جدا لازم نرجع شوية قبلها. أبوها كان مصطفى فاضل أخو الخديوي إسماعيل، بس الخديوي إسماعيل اتولد قبله ب40 يوم من أم تانية، علشان كده بقى هو بقى الخديوي. ده غير انه اخد فرمان من السلطان العثماني ان يكون الحكم من بعده لاولاده مش لاولاد اسرة محمد علي، وعلشان كده مصطفى فاضل شاف ان هو مش هيحكم مصر فسافر على الاستانة وعاش هناك وخلف بقى نازلي سنة 1853 من زوجته اسمها دال ازار هانم، وكان لنازلي 15 اخ واخت. شافت بقى نازلي فاضل ان ابوها عنده 3 زوجات و8 مستولدات. المستولدة دي بقى كانت جارية، بس الطفل اللي كان بيجي منها بيكون زي الطفل بتاع الزوجة العادية وبيعامل نفس المعاملة وليه الحقوق بتاع نفس الزوجة. شافت بقى هناك وضع المرأة في الوقت ده، مع انها كانت في تركيا فالوضع كان اكثر انفتاح شوية من مصر لان هو كان قريب من اوروبا، بس برضو كان وضع المرأة في الوقت ده كان قليل جدا. بعد كده كانت بتسافر رحلات مع ابوها لاوروبا وشافت الفروق في وضع المرأة ما بين الشرق وما بين الغرب. اتعلمت بقى الانجليزي والفرنساوي والتركي، ده غير طبعا ان هي اتعلمت العربي. كمان بقى كانت بتعرف تتكلم ايطالي والماني، يعني معاها 6 لغات. كل ده خلاها ان هي يكون عندها تعليم وثقافة عالية جدا. وطبعا في الوقت ده البنت ما كانتش بتروح جامعة او مدرسة، لان ببساطة في الشرق ما كانش فيه اي جامعات او مدارس للبنات، والمدارس اللي كانت موجودة ما كانش علية القوم كانوا بيفضلوا ان البنات بتوعهم يروحوها. ليه؟ لان هم كانوا بيفضلوا ان هم يجيبوا لها مدرسين في البيت يعلموها وبعد كده تكبر تروح على بيت جوزها. علشان كده هي عوضت كل ده بالقرايه الكتيره قوي في الكتب، لدرجه ان هي كانت عارفه تاريخ الصين وتاريخ اليابان. دلوقتي عادي مع وسط التواصل الاجتماعي عادي ان الحاجات دي تكون معروفه، لكن زمان في الوقت ده كان صعب جدا ان تكون الحاجات دي معروفه. ليه؟ لان علشان اعرف الحاجات دي لازم ارجع للمراجع الكتب الكبيره جدا. ده غير اساسا ان اذا كان في حد كاتب مراجع عن المعلومات دي عن اي دولة بعيدة بالشكل ده. المهم بقى هي بسبب ان هي عاشت في اوروبا علشان كده كانت بتلبس هدوم الاوروبية، وتسريحات شعرها كانت مستوحاة من التسريحات الاوروبية الحديثة. بس بقى لما كانت بتخرج كانت بتلبس الشكل التركي للحجاب. ده غير انها بقى كان عندها علاقات اجتماعية غير اي بنت. كانت بتتكلم مع السير هنري سفير انجلترا عند الدولة العثمانية، وكان بيثقفها جامد جدا وكان بيديها كتب لان هو كان شايف فيها بنت عايزة تتعلم وتتثقف. اتجوزت بقى سنة 1873 والفرق ما بينها وما بين جوزها اللي هو خليل شريف باشا 30 سنة. كان دبلوماسي وسياسي في اسطنبول، بس بعد ما يموت ابوها يسمح الخديوي اسماعيل بنزول عيلته على مصر وتنزل على قصر في العباسية، بس ترجع تاني على الأستانة اللي هي اسطنبول مع جوزها علشان جوزها بقى وزير الحقانية سنة 1876، وبعد كده يبقى سفير في باريس 1877. ومن هنا بقى بسبب ان هي بقت مقيمة في فرنسا بشكل مستقر مش رحلات زي ما كانت بتروح مع ابوها، شافت بقى الحياة في باريس، شافت الصالونات الثقافية اللي كانت بتعملها الستات في قصورهم ويفضلوا يتناقشوا في مواضيع مهمة جدا لتطور الدول، وشافت ان تطور الدول دي جاي من الصالونات الثقافية اللي بيتناقشوا بيها بالشكل ده. فعلشان كده اول ما رجعت على مصر ما نعرفش بقى هل هي رجعت بعد ما اتطلقت من جوزها ولا هي رجعت بعد ما جوزها مات سنة 1879، بس المهم ان هي رجعت على مصر وعملت قصر ليها ورا قصر عابدين اسمه قصر هنري على اسم المعلم بتاعها السفير الانجليزي. وفي الصالون ده بقى
اجتذبت فيه كل المفكرين، الشيخ محمد عبده اللي هو الشيخ المجدد الأزهري، والشيخ الأفغاني، وقاسم أمين، وسعد زغلول، وشعراء وأدباء كتير جدا. ده غير إن أول صالون ثقافي في مصر كان هو الصالون بتاعها، وبسبب الصالون ده نتج عنه تقدم كبير جدا في الفكر المصري في الوقت ده. فمثلا نشوف تأثيرها على الشيخ محمد عبده. هي اتعرفت عليه بعد رجوعه من المنفى من الشام، اتعرف عليها من خلال معلمه الشيخ الأفغاني اللي كان بيمدح في ذكائها وثقافتها العالية، وراح على دعوة منها للصالون الثقافي بتاعها. مرة ورا التانية ورا التالتة أعجب جدا بذكائها، وأعجب جدا بثقافتها العالية جدا وبرأيها الحكيم. فعلى طول من هنا بقوا أصدقاء، وخلته يتشجع علشان يتعلم الفرنساوي. ده غير بقى إن هي خلته يفكر تاني في موضوع تحريم اللوحات والنحت. درس الموضوع ده وعرف إن الرسام أو النحات نيته أو الهدف بتاعه وهو بيعمل العمل الفني بتاعه هو إن هو يعبر عن تجربة هو بيعيشها من خلال الرسم أو النحت. زي الشاعر بالظبط، بيعبر مثلا عن حزنه لفقد واحد من حبايبه أو من أقربائه بأن هو بيعمل أبيات رثاء ليه هو، وأصدر فتوى بأن الرسم والنحت حلال مادام مفهومش نية لمضاهاة خلق الله. وهو أساسا كان مفتي ديار المصرية، وخلى بقى 2 من أصدقائه ويروحوا للصالون الثقافي بتاعها. أول واحد هو سعد زغلول، شاب من الفلاحين زي من وجهة نظر الأتراك في الوقت ده، كانوا بيشوفوا المصريين فلاحين، بس هو كان شاطر وشافت في معدنه القوة وإن هو قادر إن هو يتطور، فخلته المحامي الشخصي بتاعها والوكيل على الأملاك بتاعتها، وخلته يتعلم الفرنساوي. وبعد كده قدمته للمندوب السامي اللي هو كرومر، وبقى مستشار في المحاكم المصرية. وطبعا ده كان طفرة في الوقت ده إن فلاح زي ما بيقولوا في الوقت ده يكون مستشار في المحاكم. ده غير بقى إن هو اتجوز بعد كده من صفية هانم بنت رئيس وزراء مصر شخصيا. بس بيقولوا بقى إن هي وسعد كانوا بيحبوا بعض، بس بالنسبة للنقطة دي مفيش أي حاجة تؤكد أو تنفي عكس كده. بس في لقاء بيقولوا إن هو عن صفية زغلول لما اتسألت هل كان ورا جوازها ده الأميرة نظلي فاضل، قالت لأ، هي أساسا وهو كانوا معجبين ببعض، بس ما كانش ينفع إن هم يتجوزوا لأن مش هينفع أميرة من الأسرة العلوية تتجوز من فلاح اللي هو في الوقت ده كان مصري. بعد كده بقى كان في صديق تاني لمحمد عبده وهو قاسم أمين، كان شاب لسه راجع من فرنسا وشاف معاناة الست المصرية، فكان بيكتب مقالات بأن الست المصرية هي اللي عملت كده في نفسها، مش زي الست الفرنسوية اللي حاربت علشان يكون ليها وضع وشأن في المجتمع الفرنساوي. فلما شافت المقالات دي الأميرة نظلي فاضل على طول طلبت من محمد عبده إن هو يكون معاه قاسم أمين المرة الجاية. أول ما قاسم أمين يشوف الأميرة شاف فيها ست مسلمة مثقفة بتعرف تتكلم وتقول رأيها في وسط الرجالة عادي جدا، شاف إن ممكن يكون ده مستقبل الستات المصرية، فعلى طول غير وجهة نظره وعمل بقى أشهر كتابين ليه، هو كتاب تحرير المرأة وبعده كتاب المرأة الجديدة. في بقى ناس كانوا بيقولوا إن هي كانت موالية للإنجليز في الوقت ده، كانت هي مقتنعة بأن المصريين مش هيقدروا إن هم يواجهوا الإنجليز، فعلشان كده إحنا لازم نكون على الأقل محايدين مع الإنجليز، في نفس ذات الوقت لازم نحرك الثقافة والتعليم في مصر علشان بعد كده نطلع أجيال تقدر تواجه الإنجليز وتطالب بحقها بالاستقلال بعد ما احتلت إنجلترا مصر سنة 1882. المهم بقى في 5 إبريل 1900 تعرف على القاضي اسمه سالم بوحاجب، ده كان قاضي في تونس. كانت أساسا هي بتروح تونس كتير لأن أختها الأميرة رقية كانت متجوزة واحد تونسي. بعد كده هتعجب بأفكاره التقدمية اللي هو عمال ينشرها في تونس، وبعد كده هتقابل ابنه اللي هو خليل وهيعجبوا ببعض وهيتجوزوا 15 إبريل سنة 1900. بس الفرق ما بينهم كانت هي أكبر منه ب10 سنين. المهم بنت قصر ليها في المرسى في تونس، كان عامل زي قصرها بالظبط في مصر، منارة الصالونات الثقافية في تونس. ده غير بقى ان هي اتصلت بأحد زعماء تونس اسمه البشير وطلبت ان هو يسافر معاها هي وجوزها على مصر سنة 1907 علشان يشوف المدارس هناك وتأثير المدارس على حياة البنات في مصر، لأن في الوقت ده كانت مصر هي أول دولة في العالم العربي في الشرق الأوسط اللي تعمل مدارس للبنات. وعلى طول أول ما يروح على تونس يعمل أول مدرسة هناك لتعليم البنات. في يوم بقى 28 ديسمبر 1913 في الفجر يجي لها أزمة قلبية وتموت، ويتعمل لها جنازة رسمية من القصر بتاعها على المدفن بتاعها في الإمام الشافعي.
زي ما شفنا الأميرة نازلي فاضل ست كسرت كل القوالب اللي اتعملت علشان تحد منها. اتعلمت وعملت صالونات ثقافية، وكانت بتتكلم مع الرجالة وبتقول رأيها، وكانت بتفرض هالة من الاحترام والاحتشام ليها، وبتجبر أي حد إن هو يحترمها. بالرغم من في الوقت ده هدومها كانت أوروبية وكانت بشعرها، بس هي ساعدت بإن الزعماء بتوع ثورة 1919 يكونوا فعلا زعماء قادرين إن هم ينهضوا بمصر. وهي كمان ساعدت في حركة الفكر اللي هي الحركة بتاعت نهضة مصر في أوائل القرن العشرين. وبس يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديده. تعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده يشجعنا ان احنا نكمل ونعمل حلقات اجمل. مع السلامه.